قبل اي حاجه حابب اقول لفريق طربون هارد لك. بصراحه فريق رجاله، انا اتفرجت على شويه من المباراه. بصراحه لعيبه رجاله، لعيبه واقفه على رجليها بتلعب بكل رجوله. حتى يعني نجم الماتش بصراحه بالنسبه لي الحارس بتاع فريق طربون، يعني بصراحه شال كميه كور كتيره جدا لحد اخر لحظه. طبعا طربون فريقه خسر 4-3 بعد ما كان كسبان 3-1. الراجل ده يا جماعه بقول لكم انا اتفرجت على المباراه مليانه يعني حاجات كتيرة جدا بتخلي مثلا تعرفك ان قد ايه هم مش عايزين المصريين يكسبوا، قد ايه هم خايفين منك وعاملين لك حساب ويعملوا حاجات كتير عشان يخسروك. وفي البطولة يعني اما بيجي لك ضربة جزاء بينفع رئيس النادي هو اللي ينزل يشوط الكورة طبعا، او ممكن في قانون تاني ان هو يخلي حد تاني يشوط له الكورة. جه ضربتين جزاء في المباراة، واحد لفريق التربون وواحد للفريق المنافس. تربون نزل شاط ضربة الجزاء بتاعته ضيعها، بس الناحية التانية الفريق السعودي جاب واحد تاني اللي هو اصلا يعني الفريق السعودي مفيش ولا لاعب سعودي، بس رئيس النادي جاب لاعب يعني واحد تاني بقى يشوط ضربة الجزاء دي. مين بقى؟ يعني لاعب كرة محترف، مصر القحطاني، يعني واحد من نجوم السعودية اصلا، نزله يشوط ضربة الجزاء مكانه. اكيد طبعا هيجيبها، يعني الراجل يعني نجم. والله الحارس يعني بتاع الحارس بتاع فريق تربون راح مع الكرة يعني لمسها، بس الكرة دخلت جول. فهارد لك لفريق تربون اللي كان مقدم أداء رجولي، ولسه البطولة ما خلصتش، فاضل المباراة وإن شاء الله يصعد.